بزاف تلاميذ البكالوريا ما قدروش يجاوبوا على هذا السؤال اللي كان تحط في الامتحان الوطني سنه 2024 الدوره العاديه. بالنسبه للجواب ديال السؤال راه ساهل، وهذا السؤال راه كان شنو قالوا لنا؟ عطاونا واحد الكراف وقالوا لنا عطاونا التعليل ديال واحد المعادله اللي هي اف دو اكس ايكال اكس تقبل حلين اللي هما الفا وبيتا. قال لك عطيني التعليل المبياني. شنو داروا؟ عطاونا الداله مرسومه للسي اف ديالها، وعطاونا واحد المستقيم كيقطع لنا الداله السي اف فواحد جوج نقط. بالنسبه للجواب السؤال اللي كانت عليه 0.5 اللي هو سؤال كنعتبروا انا كادو بزاف ديال التلاميذ. هذا امتحان اللي كان سنه 2024، يعني باش تعرفوا ان الوطني ديال الرياضيات راه ماشي صعيب بزاف، شي صعوبه يكفي انك تكون ضابط الدروس ديالك وتكون مراجع كلشي. باش نجاوب على هذا السؤال الدراري، اول حاجه شنو خاصنا نعرفوا واحد القاعده. شنو كتقول لك؟ كتقول لك الا كان هذا المنحنى ديال هذه الداله، يعني المنحنى سي اف كيتقاطع لينا مع هذا المستقيم ذو المعادله، يعني المستقيم ذو المعادله y ايكال اكس، يعني الحلول ديال المعادله هما نقط تقاطع السي اف مع المستقيم y ايكال اكس. حنا شنو عندنا السي اف هو هذا، والمستقيم y ايكال اكس راه هو هذا. يعني الحلول هما هادو، يعني الحلول ديال هذه المعادله هما هادو. هذا هو التعليل. شنو غتقول لي؟ غتقول لي اون غرافيكمون، يعني عندنا مبيانين كو سي اف لا كورب سي اف شنو كيدير؟ كيقطع لنا المستقيم ذو المعادله y ايكال اكس بواحد جوج نقاط ياك. وتقول لي دونك اذا اللي كان كيقطعوا جوج نقاط، اذا المعادله اف دو اكس كتقابل لنا واحد جوج حلول اللي هما الفا وبيتا. هما الفا وبيتا هنا يقدر يكونوا هما هادو، مثال زعما تقدر تكون الفا هنا وبيتا هنا. دابا نجيو نشوفوا كيفاش نكتبوا الجواب نهار الامتحان ان شاء الله. هنا غرافيكمون شنو عندنا؟ غرافيكمون عندنا لاكور. هذه هي الطريقه ديال الجواب. كتقول لي اون غرافيكمون لاكور سي اف كوب لا دروات دو ليكواسيون y ايكال اكس اون دو بوين. دونك اف دو اكس ايكال اكس ادمي دو سوليسيون اللي هما الفا وبيتا. بالنسبه اللي بغى يشوف الدرس والشرح ديالو كامل، يعني كيفاش اللي كاينين هذيك من الحالات ديال كيفاش جبت الحل ديال المبيانيه ديال شي معادله. اللي بغى يشوف الحالات اللي كاينين جوج حالات، كاينين الفيديو غتلقاو تحت في الوصف، كليكيو عليه وتفرجوا فيه. وبالتوفيق لكم، بارطاجيو الفيديو باش تعم الاستفاده. الله يعاونكم جميعا.